بنخصم محمد كامل عمرو وزير الخارجيه لان هم المسؤولين عن حمايتنا كمصريين في الداخل والخارج. وبنخصم محمد كامل عمرو وزير الخارجيه بالاخص ليه؟ لان احنا كنا في الخارج وقع علينا ظلم من سلطات دوله الكويت، شعبها شعب محترم، شعب كريم معانا، تضامن معانا وحتى الان بيتضامن معانا في منطقتنا، لان هم ناس حتى الان عارفين ان احنا وقع علينا ظلم، والظلم ده باجراءات تعسفيه غير قانونيه ما احترموش فيها الاتفاقيات الدوليه وحريات الانسان وحقوق الانسان. بعد القبض علينا ورجعنا مصر قابلنا في قصر الاتحاديه مستشارين محمد مرسي العياط رئيس الجمهوريه المنتخب المفترض بعد الثوره. محمد مرسي العياط حتى الان وعوده كاذبه، لان احنا بنتعامل مع لسان حاله ولسان حاله مستشارين. قابلنا المستشارين بتوعه والمستشارين بتوعه وعدونا ان هم يحلوا لنا المشكله ويسعوا في ان هم يلغوا الابعاد الاداري. وعدونا ان هم يسكنوا البعض مننا على الاقل في وظائف، ولم يتواصلوا معنا بالاحرى في البدايه وفي النهايه. بعد تواصلهم معانا في اجتماعات كانت كلها كاذبه، شربنا شاي بالياسمين ورجعنا بيوتنا حسينا ان احنا اضفنا لقائمه العاطلين الموجودين في مصر. فقررنا ان احنا نصعد اعلاميا، وبعد صعيدنا الاعلامي قررنا ان احنا نصعدها قضائيا. لقينا ان اول خطوه عايزين نعملها هنخصم شخص نفسه المسؤول عننا في الاول وفي الاخر، الموظف الاول للعمول في الدوله محمد مرسي العياط. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. احنا الشهود عيان على ذلك. محمد مرسي العياط غير قادر على توظيف 19 وغير قادر على رجوع حقوقنا حتى الان ومستحقاتنا من دوله الكويت، غير قادر على ان هو يسعى بس للتواصل مع الديوان الاميري في الكويت. مش ان هو يرجعنا، لا، هو غير قادر على التواصل مع الديوان الاميري في الكويت. السيد محمود مكي نائب رئيس الجمهوريه السابق او هو الحالي برضه المفترض حتى الان لسه قائم باعماله بالمفاجآت اللي احنا بنعرفها من الفرقات. محمود مكي حتى الان لا يتواصل بسبب مشكلتنا، واتفاجئنا ان احنا بنتعامل لو جينا نعمل مقارنه بين المبعدين من الكويت والمشكله القائمه دلوقتي في الامارات، نلاقي ان في وفد رفيع المستوى طالع على راسه حسام الحداد يحاول يحل المساعي الموجوده في دوله الامارات. وللاسف الناس اللي كانت موجوده عليها في الكويت اللي اتقبض عليها بطريقه عشوائيه ومتعسفيه اتقبض عليها واعتقلوا، ما حدش اتصل بيهم، ما حدش وقف جنبهم. ولما رجعوا مصر سمعوا عقود كاذبه، احلام منها مغرضه، ان احنا كانوا في الوقت كان في احداث سياسيه موجوده في المشهد السياسي في مصر من قوى معارضه. تعاملوا معانا ما دام ان لما لقوا القوى المعارضه بتحتضننا كمصريين، تعاملوا معانا ان احنا خلاص ما دام انت مع عدوي انت عدوي انت كمان. احنا عايزين رئيس لكل المصريين، محتاجين رئيس لكل المصريين ما يفرقش بين اخوان ولا سلفي ولا مصري ولا ايا كان. اذا كان محمد مرسي العياط منتظر ان انا اعمل كارنيه عضويه للاخوان المسلمين عشان يرد لي حقي، انا مش هعمله. ان كان عايز انه يقول لي ان انا ابقى اخوان مسلمين عشان يرد لي حقي، انا مش هبقى اخوان. انا لا يشرفني اكون اخوان مسلمين. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. محمد مرسي العياط غير قادر على اداره البلاد. احنا الشهود عيان على ذلك.